شايفين لازم كده، شايفين لازم يسلموا ويحيوا ويعملوا كده عشان خاطر تحية احتراما للمدرسين. دي حصة النوم، اقسم بالله احنا ما اتعلمنا يا رجاله، والله والله والله، ولا حضاناتنا ولا مدارسنا ولا حاجاتنا. لما انا كنت يعني في مدارس انا ما اعتقدش ان انا اتعلمت. كان نفسي يبقى عندنا حصه نوم دي، والله كنت هبقى رقم واحد فيها، اقسم بالله هبقى نمبر 1، هبقى الاول على الفصل في حصه النوم دي. اعتقد كتير منكم نفس الكلام، اللي كان هيبقى نجم المدرسه في حصه النوم يكتب لنا في الكومنتات بالله عليكم. Are you ready? Yeah! Are you ready? التعليم الياباني غير اي تعليم تاني. ناس صحابي يابانيين كتير جدا قالوا لي ان التعليم هنا في اليابان مختلف عن اي تعليم تاني شفته في اي حتة في العالم، وان هنا النظام التعليمي المجاني الحكومي غير اي دولة تانية في الدنيا كلها. تعالوا نشوف مع بعض المنظر عامل ازاي، وازاي بجد ان التعليم الياباني غير اي تعليم تاني. فاهم حاجه لما تدخل الحضانه هنا انك انت تقلع جزمتك وتلبس شبشب من الشباشب بتاعتهم دي الياباني، كلهم سايز واحد وكلهم نفس الحاجه، مفيش يمين وشمال. هو عندهم يمين يمين وشمال شمال بيتلبس، يعني هي جزمه واحده بتتشبشب بيتلبس في يمين او في الشمال. ولكن لما لبسناه لقينا الموضوع مختلف تماما. بصوا رجليه، بصوا المنظر ده. اكبر حاجه عندهم ان هو مفيش، هو مقاس واحد، وكل اليابانيين رجليهم صغيره جدا جدا جدا، وانا رجليا مش عارف ان انا ادخلها جوه الشبشب ده. حاجه بجد يعني عجيبه ورهيبه. بص اللي بيصورني برضه نفس الكلام، بص رجليه طالعه ازاي. بص انا ده كده ايه يعني، ده بالنسبه لليابانيين بيعوموا فيه يعني، ده كبير جدا. واحنا بص المنظر كده. لكن الاحترام عشان تدخل الحضانه لازم تسيب الجزمه بتاعتك هنا وتاخد ده. بصوا صور يس تو سمول هلو نايس تو ميت يو. ده مدير الحضانه اللي احنا فيها دي. بصوا كله لابس ماريو. كم شو مي يور فيت. بصوا اهو تمام. انا شايفين المنظر. قشطه. مدير الحضانه، مدير الحضانه اسمه استاذ تاناكا. تاناكا دي يعني اسم عيله كبير جدا هنا في اليابان، يعني من ارقى العائلات هنا في اليابان، عائله تاناكا. Family name is Tanaka. Yes. Yeah, Tanaka. Tanaka. My son. Your son. Okay. So استاذ تاناكا الكبير ده مدير الحضانه، واستاذ تاناكا الصغير ده ابن مدير الحضانه، ده اللي بيورث له بقى عشان خاطر يمشوا في نفس الكلام. عربي. يس. استاذ تاناكا الكبير، استاذ تاناكا زي ما قلنا عيله تاناكا دي عيله كبيره جدا هنا في اليابان. يعني عيله تاناكا دي لما تقول لهم ان انا من عيله تاناكا دي حاجه ايه. فقلعنا جزمتنا واحنا تحت في الاداره. ولكن لما تدخل الحضانه عشان تقابل الاطفال هتقلع جزمتك وما بتلبسش حاجه، يعني خلاص بتقعد يا بالشراب يا بالحافي الرجلين. ولكن الاطفال اللي هنا في الحضانه متعلمين ان هم كل واحد بيجي يسيب جزمته هنا، شايفين الجزم موجوده هنا، والشرابات كل واحد بيقلع شرابه ويحطه في علبه عليها اسمه، يعني مثلا دي اسمها كذا او ده اسمه كذا، ده اسمه كذا، ده اسم كذا، وكل واحد يحط شرابه جوه ويقلعه قبل ما يدخل الحضانه عشان خاطر يبقى كلهم حافيين جوه الحضانه والدنيا تبقى نظيفه جدا. هندخل هنا ونقابل الاطفال اللي هم دول، الاطفال اللي ورانا دول اللي عندهم سنتين يا جماعه، سنتين. الطفل الياباني عنده سنتين بيتكلم وبيحسب وبيعرف الحاجات بالانجليزي وبالياباني. اوكي. زيرو. بيقول لك زيرو. يا ولد برافو عليك. 5. اوكي جود جوب. هو ده الفكره بقى، انك انت تستثمر في الاطفال، تستثمر في حاجتك. هنا اليابانيين بياخدوا الطفل من اول ما يتولد، ده مشروع بيتصرف عليه من الحكومه، بيتصرف عليه من حاجته، بيتظبط، بيتعلم عشان خاطر يبقى حاجه، ويساعدوه في كل حاجه عشان خاطر ما يوصل ان هو يبقى ذكي جدا. ده خلاص عارفين ان هو بيحب يحسب، الحساب عنده حاجه مهمه جدا، فبيحطوا الفوكس بتاعهم كله ان هو خلاص هو عارف انه بيتكلموا انجليزي، فده عنده موهبه في اللغات، بيلقط اللغات بسرعه،
وعنده موهبه في الحساب، فخلاص بيفوكسوا بيحط كل التركيز بتاعهم ان هو الراجل ده يطلع بعد كده مثلا عبقرينه، ان هو خلاص بتاع حساب وبتاع حاجات عشان ينموا عنده الموهبه دي. الراجل اللي ورانا ده الولد الجميل اللي هو بيخاف مني ده، عارفين ان هو عنده موهبه برده في الحساب بسرعه، وان هو بيعرف الالوان وبيعرف اللغه الانجليزيه، فبيفوكسوا معاهم في كذا. الاطفال التانيين عارفين ان هم عندهم مثلا موهبه في الاكروبات وفي الجيمناستكس والحاجات دي، فبيروحوا مفوكسين معاهم ان هم يعملوا، شايفين عاملين لهم حصه ثانيه مخصوص عشان خاطر يمشوا على ايديهم ويتنططوا ويعملوا عشان خاطر ينموا عندهم حته الرياضه. 5 years. Hands up. شايفين عندهم 5 سنين يرفعوا ايديهم، 6 years. عندهم 6 سنين يرفعوا ايديهم. ちゃんとなるでしょ。では、レン先生お願いします。はい。はい、行きましょう。気をつけピッ。では、元気よくおはようございます。ようこそいらっしゃいました。せーの。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。 شايفين ده احترام المدرسين الصبح، يعني دول التحيه بتاعت ان هم بيحيوني ان انا جيت، وبيحيوا المدرسين بتاعتهم الصبحيه بالطريقه الجامده جدا دي، بيحببوا الناس في التعليم. Ready, go. 1, 2, شايفين كله بيمشي على ايديه. 5, واو. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. الصحه النفسيه والجسديه مهمه جدا. هو مش التعليم بس انك انت تحشي حاجات في مخ الطفل وتفشخه في افكاره وتخليه ان هو بني ادم بهيم، يعني حمار ماشي، ما ينفعش ان هو مش صح انك انت تحشي حاجات كده، احفظ يا ابني ده وده 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 وخلاص. لا، التعليم كل حاجه، التعليم النفسي، التعليم البدني، والتعليم الاخلاقي، والتعليم التعليمي كتعليم كمعلومات. ولكن الدنيا مش قفش، مش هو يلا يا ابني تعالى بس اقعد كده في الحضانه احفظ وخلاص، لا خالص. الموضوع يعني فكر وانك انت ازاي تبني، ان هو بجد التربيه والتعليم، انك انت تحترم مدرسينك، تحترم اصحابك، تحترم. بيبنوا لهم هنا في اليابان حته ان هو لازم كلنا واحد، المجتمع الياباني واحد. انت مش انت مفيش حاجه اسمها انك انت يبقى انت فرد، لا انت مجتمع. هنا في اليابان بيعشقوا ان هم يعلموا اطفالهم ان اليابان مجتمع، اليابان يعني حيطه انت طوبه فيها، فلازم يبقى كلنا مع بعض وكلنا متحدين عشان نبقى قويه جدا جدا جدا. الامهات ما بتعلمش اولادها ان هو الحقد والغل والكراهيه والمش عارف الحاجات دي، لا خالص. هنا بتعلموهم اوعى يا ابني وصاحبك ما تعملوش، لا هنا بيعلموك ازاي انك انت تبقى واحد، ازاي ان احنا مش هنعمل عربيه، مش هنعمل صاروخ، مش هنعمل تكنولوجيا غير لما كل واحد فينا بيحط حته وبيبقى استاذ فيها، فكلنا بنعتمد على بعضنا. خلصوا الدرس التلاميذ بتوع الحضانه هنا يروحوا يغسلوا ايديهم على طول من غير ما المدرسين يقولوا لهم، هم اوتوماتيكي عشان هيروحوا ياكلوا. فشايف كل حد عاملين لهم هنا زي ما انتم شايفين كده. هلو هلو، شايف يقول لك حجاجوفيتش باي باي حجاجوفيتش، سيانورا حجاجوفيتش، هلو هلو. شايفين هنا الحنفيه بتاعت الاطفال، شكرا. الحنفيه بتاعت الاطفال شايفين صغيره جدا، عاملين لهم حاجه على قدهم بالملي. تواليتات عندهم هنا بالملي، كل حاجه عندهم صغيره جدا جدا جدا. كل واحد معلق كوبايته زي ما انتم شايفين كده عشان عايز يشرب ميه. الميه هنا عندهم في اليابان نظيفه، بتشرب من الحنفيه 100 يعني ما فيهاش اي مشاكل. فالواحد كل طفل عنده كوبايته بياخدها يشرب بيها ميه لما يكون عطشان جوه الفصل، او ان هم بييجوا يغسلوا ايديهم ويروحوا ياكلوا. بصوا التواليتات عامله ازاي، بص التواليت صغير ازاي، مش ممكن يعني. شايفين حجم الاطفال اليابانيين، كل واحد عاملين له تواليت صغير جدا بالبتاع هنا من قدام عشان يعرف ان هو يعني يشد السيفون بعد لما يدخل. هنا بالقانون الياباني لازم كل المدرسين اللي بيشتغلوا في الحضانه وفي المدارس يعملوا الاختبار ده. دي حاجه عندهم، شايفين كل واحده منهم مكتوب عليها اسم مدرس معين في المدرسه، لازم شهريا ياخد اختبار للبراز هناك عشان خاطر يتاكدوا انه ما عندوش بكتيريا، ما عندوش اي مشكله صحيه، فيقدر ان هو
يلمس الاكل بتاع الطلبه وبتاع الاطفال هنا ويعرف ان هو يسيرف ويتعامل مع الاكل مفيش مشكله. لو طلع لاي مدرس ان في مشكله صحيه عنده او عنده بكتيريا او عنده دود او عنده اي مشكله في بطنه لازم يتعالج، وبيمنعوه من ان هو يتعامل تماما مع الاطفال في موضوع الاكل او يلمس اي حاجه تبع الاكل هنا. ان الهيجين حاجه مهمه جدا 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 في المدارس والحضانه اليابانيه. وقت الغدا جاي يا جماعه هنا في الحضانه، الناس جايه، شايفين الست العظيمه دي اللي طالعه من اوضه العمليات، عندها تقريبا كان جراحه جوه. ده الغدا. شال وي انتر انسان. ده الغدا دي جاي بص حاطين الحاجات كلها في حاجات ستانلس ستيل عشان خاطر تحس ان هو التعقيم، يعني تحس ان دي ادوات الجراحه جايه. شايفين؟ ولابسه الكمامه ولابسه البتاع اللي هو بتاع التمريض ده. وزي ما انتم شايفين كده الاكل، شايفين الاكل اهو. اللي بعده اتس فيش سمك، شايفين كل حاجه متعقمه. اللي بعده تحس ان احنا داخلين والله في معامل نووي. رز، شايفين مش عايزين حتى المسح احسن اوسخ الايه الحاجات عشان التعقيم. والمعالق والسكاكين والادوات، شايفين هنا المعالق والكوبايات والاطباق. شايفين يا جماعه محسسين ان انا لو لمست الحاجه خلاص كده اهو الحمد لله. تحس ان هم بيسلموا يعني حاجات طبيه معقمه، حاجه غير طبيعيه. ده الغدا هنا 100 جاء وقت الاكل يا جماعه. المدرس اتحول ليه واحد اكنه بيعمل عمليه جراحيه، لبس برضو البلطو الغريب بتاعه ده. حولوا الفصل لمطعم. يعني شوف عندهم الموضوع مش بس ان هو الواحد هنا الفصل كفصل وكمان مكان رياضي، وكمان بيقلبوه ان هو بيبقى المطعم. بيحضروا الاكل الوجبات لكل طفل. الاطفال بيقعدوا على الترابيزات زي ما انتم شايفين كده. المدرس هو مدرس وشيف وكل حاجه في نفس الوقت. ايه الوجبات اللي هم بيعملوا لهم؟ لازم يبقى وجبه غذائيه متكامله. يعني ايه متكامله؟ يعني فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، فيها خضار، فيها فاكهه، فيها فيتامينات، فيها حاجه فيها ميه زي شوربه. فشايفين هو المدرس كل واحد زي التاني، مش بقى زي في اوروبا مثلا في حاجات كل واحد يجيب اللانش بوكس بتاعه، او في بلادنا كل واحد بيجي بالاكل اللي هو السندوتشات اللي مامته عاملاها له. فواحد بيعمل مامته مش مثلا عندهاش وقت فبتعمل له سندوتش مربى، واحد تاني بتجيب له فراخ. لا هنا كلهم واحد، كلهم بياكلوا نفس الاكل. ايه هي الوجبه؟ هي زي ما انتم شايفين كده، دي الوجبه بتاعت كل طفل. قطعه سمك، توفو، وشوربه خضار، ورز، والشوب ستيكس، عشان يبقى كل الطلبه اكلت حاجه وجبه كامله متكامله هنا، ويبقى كلهم عندهم مخهم شغال في بقيه اليوم. شوف يقعدوا يشربوا ميه ويشربوا عصير وبتاع، ونفس الاكل ده لكل التلاميذ. Hi, nice to meet you. Yes. So you are teachers, and then when it comes the eating, you all wear this blue. Yes, you wear this. Yes, eating time. After eating, you take it away. شايفين؟ ساعة الأكل يلبسوا الأزرق عشان خاطر يبقى ما فيش حاجة توسخ لهم هدومهم، ويبقوا حاجات نظيفة، ما يبقاش منهم حاجة بتوسخ الأكل. وبعد الأكل يروحوا قالعين البافيتا دي ولابسين لبسهم العادي. لازم يلموا حاجاتهم كده وينظفوها ويروحوا حاطينها في مكانها هنا. شايفين؟ كل مكان يروح حاطين الطبق الواحد طبق فوق بعضه، الاطباق دي فوق بعضها، الاطباق دي فوق بعضها. شايفين كل ما حاجه غير كل حاجه في مكانها، والشوك والسكاكين في مكانها عشان يعلموهم النظام. حاجه مهمه جدا اهو. هتيجي تحط حاجاتها، شايفه الطبق، المعلقه، الشوكه، والطبق الكبير في مكانه، الطبق الصغير في مكانه. بيرفكت. هاي فايف. يس. اللي عايز اقوله ان المدرسين هنا شايف دلوقتي غيرت الافرول بتاع الطبيخ، لبست افرول التنظيف، كانت قاعده بتنظف بالمكنسه والبتاع ده. فالمدرسه هنا مدرسه ومعلمه وطباخه وخدامه ونظافه وكل حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. تابعونا صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك. せーのハダロビー。 ترقعونا اجمد لايك
اصيع كومنت واحلى شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم. كان معكم احمد حجاجوفيتش من الحضانه اليابانيه هنا في العاصمه اليابانيه طوكيو. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانيه كتيره جدا. سلام.